حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني جدا جدا جدا. ماما قول لك يلا قول حط لايك. حط لك هو مين اللي بهدل الصلاة دي كده؟ ايه مين اللي بهدل الالعاب دي كده؟ انا شاطر، برافو عليكي يا قلب ماما. بيعترف يا جماعة، الاعتراف ماما بالجريمة برضو ايه؟ حط لايك. خلاص هم هيحطوا لايك، حطوا لايك يا جماعة عشان احمد يسكت. هنلملم كده الدنيا مع بعض، وحابين اول نصلي حبيب المصطفى وندعي اخواتنا في فلسطين يا رب ينصرهم نصرا جميلا. يا جاب له اهل الارض واهل السماء يا رب، اللهم امين. ربنا ينصرهم ويقويهم على اللي هم فيه، مش في ايدينا حاجه غير ان احنا نقاطع وان احنا ندعي لهم بس. مش في، يا ريت في ايدينا حاجه تانية ان احنا نعملها كنا عملناها. فما تنسوهمش في دعائكم في الايام المفترجه دي، اللهم امين. هنلملم كده الدنيا وننفض كده التراب يا جماعه. في الصيف ما اعرفش في ايه كتير قوي، والجو حر، الحيطان بتطلع نار والارض بتطلع نار، فالحكايه مش مستحمله سجاد. فشلنا بقى السجاد وخليناها كده، خليناها ايه، سلوتي ومولتي كده، يعني نكنس كل يوم ونمسح كده على السريع، احسن بكتير يعني من السجاد ونشغل المكنسه والكلام ده. بس يا حبيبي، بس يا بابا، عايزه اقول لكم ان انا يعني اكنس كنستين واروح اسكت لارا زي ما انتم شايفينها ورايا كده، مش مبطله فرك وزن. فالحمد لله. حاجه كده بقى كمان، ايه يا ست الكل انت وهي الخناقه اللي انتوا عاملينها على الفيسبوك دوت و على تنظيف المنبر. منبر ايه يا وليه انت وهي اللي انتوا بتجيبوه تنضفوه في البيت؟ حضرتك انا بكسل اصلا احشيه، احنا بنجيب، انا بجيبه جاهز متنضف على الحشو. منبر ان انت بتقولك نضفيه في الخلاط ولا في الكبه، هيجيلك نفس تعملي العصير في الخلاط تاني بعد كده بعد ما تنضفي فيه المنبر؟ هو انت عارفه المنبر ده كان فيه ايه يا ست الكل؟ انت تعرفوا ان المنبر ده كان فيه ايه؟ يلا تنشك في قلبك انت وهي، ولا في الكبه؟ هيجيلك قلب تستعملي الكبه حتى لو انت غسلتيها 100 مره قبل كده. اتقوا الله، اتقوا الله فينا. دي كانت الخناقه الجديده الترند اللي على الفيسبوك يا جماعه. فاشتروه جاهز يا جماعه وريحوا دماغكم من الهبل ده. وكرشة ايه اللي انتوا بتنضفوها كمان في الخلاط ولا في الكبه؟ ايه اللي عك ده والقرف ده؟ ايه قلبة المعده دي؟ يلا بينا نعمل مكرونه بشاميل. انا هنا كنت معصجه اللحمه، تعصيجة اللحمه العادي بالبصل والتوابل بتاعتها، وهنعمل كمان البشاميل اللي عملناه مع بعض قبل كده كتير. 3 معالق من الدقيق على 3 معالق من الزبده على لتر لبن او لتر ونص عشان يطلع معاكي مظبوط. وكمان حطيت شويه جبنه موتزاريلا بس ما كانتش ظاهره. وانا المكرونه بسلقها 3/4 سلقه، شايفين؟ والبشاميل يا دوبك ان هو بيربط معايا، وبحط له مرقه دجاج، فلفل اسود، وشويه رشه من الكمون والملح، وده كله بحطه مع الدقيق وهو لسه مع السمنه وهو بيتشوح عشان ريحتهم تطلع كده وتبقى ريحتهم حلوه. تمام. هنقلب بقى كل الكلام ده، ناخد كام كبشه كده من البشاميل على المكرونه عشان تبقى كلها كده بتبظ وتطز وتلظ في قلب بعضها كده، هتبقى جامده يا جماعه. بعد كده هتجيب الطاجن بتاعنا او الصينيه الالومنيوم، اي حاجه اللي انت عايزه تستعمليها يعني. هنحط شويه من المكرونه، طبقات المكرونه بقى العاديه يعني. المهم يا جماعه اكتبوا لي في الكومنتات كده عاملين ايه، وحشتوني جدا جدا والله. ما تنسوش تدعوا لي دعوه حلوه، وتدعوا لامي بالشفاء، وتدعوا لي ان ربنا يهدي العيال ديت عشان انا خلاص هتشل، وعندي برد، عندي برد من اللي هو بيمسك في الدماغ ده يا بت انت وهي. بصي يا بت والله العظيم دماغي هتطرقع مني من اللي بيمسك في العظم ده، اللي بيجي يكسح الواحده ده بجد. برد الصيف ممل جدا جدا جدا، فانا اكيد لو انا عييت العيال هتعيا وليلتنا فن يعني. بس وين المكرونه دخلتها الفرن بقى تتحمر وتاخد تقمر وتبقى كده ايه، بتطز وتطز وتبوظ، وانا بحبها تطلع سايحه كده، بس الصراحه ما عملتهاش سايحه عشان الحاج صاحب البيت ما بيحبهاش سايحه. فشايفين الجمال في قلبك؟ حطوا اللايك بقى لو كنتوا وصلتوا لحد هنا، ما تنسوش تحطوا اللايك وتدعوا لي دعوه حلوه. بحبكم في الله، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.